السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بصحتكم وبخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه بزاف سهله خفيفه ظريفه، يعني اللي تكملوها راح ندير معكم اليوم الكمونيه بالكبده تاع الدجاج. تبعوا معايا المقادير. واش عندي شويه تاع كبده، عندي لي زيبيس الملح والكمون والفلفل الكحل، عندي شويه تاع طماطم الباط ومن هي 2 مغارف كبار تاع خل، ربع فصوص تاع الثوم وشويه تاع الزيت، عندي معدنوس ورقه تاع رند. هذا هما المقادير تاعي. شوفوا الفيديو خفيف ظريف ليه تكملوه فيه مام با 4 مينوت. انا بعد نحب في الطياب نشوف لي فيديو صغار كيما نحب نروحي، نحب لكم نتوما بيان سور تاع تفرجوا وتروحوا تسيوها وتصدق لكم وتاكلوها بالصحه والهنا. تابعوا معايا دوكا كيف راح ندير معاكم الكمونيه، يعني ما كاش اسهل منها. دوكا كي رانا في السخانه نحبوا الوصفات السريعه والخفيفه بيان سور. كنت هنا شعلت النار، حطيت شويه تاع زيت في المقله تاعي بيان سور. من بعد نجيب الثوم كيما قلت لكم، انا درت ربع فصوص اللي يكونوا كبار مليح حجم تاعهم، كان عادو صغار راح نزيدوا شويه، راح نحطها تتقلى شوي. وكيما تعرفوا الثوم ليه تتحرك شويه برك، ما تطولوش عليها. ماذا بكم في المرحله هذه تنقصوا شويه النار، من بعد تعاودوا تقويوها. هنايا بعد ما تكون تقلات من با 3 مينوت 4 مينوت الثوم تاعكم، راح نضيفوا عليها الكبده تاعنا. انا الكبده تاعي واش كنت درت لها، كنت قطعتها مكعبات متوسطين، ما نحبهاش صغيره بزاف كيما ما نحبهاش كبيره، توجور تكون متوسطه ليسونسيال. وكنت درت لها شويه تاع قارص وشللتها بشويه تاع ماء وحطيتها كيما راكم تشوفوا. راني نديرها معكم لي زيبيس. كنت حطيت شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، وعندي ثاني الكمون راني مازلت ما حطيتوش، نحطه من بعد مع الطماطم. هو اللي يزيد النص في الكمونيه تاعكم، يعني هي اصلا اسمها كمونيه بيان سور راح تحب الكمون. هنايا عندي مغرف ونص تاع طماطم الباط، مغرف ونص كبير بيان سور. جبت كاس ماء اللي يكون دافي. راح نحل فيه هذيك الطماطم تاعي باش ما تبقى ليش هكاك متكتله، ونضمنها باللي ذابت كامل، ونحطو بيان سير فوق الكبده تاعنا. شتو شحال سهله هاد لاغوسيت، سهله وبنينه وخفيفه وظريفه. توجور كي جا الصيف راح نسيي ندير معكم لي فيديو اللي خفاف والاطباق اللي خفاف بيان سير، باه تقدروا تاكلوا شويه. راح يجيو غير لي صاله ولي صالي، ونديروا بيان سور كش ما نديروا هكا تحليات خفاف باردين. ليسونسيال هذا واش نكونسوميو في الصيف. انا ما نحبش الطول ناكل كي تعود سخانه، كون ما تعودش حاجه خفيفه مستحيل ناكل. كيما شفتوا حطيت لاصوص هذيك تاع الطماطم اللي كنت خلطتها في الماء، وزدت لها بيان سور الكمون. انا كنت درت كميه لاباس بها، ومن بعد راح نقص عليها. نتوما تروحوا تقضيو شغلاتكم. شتو ميم با ربع ساعه هذيك تكثر الكبده ليه طيب. نقص عليها النار، نخليها في راحتها، نلوح ورقه الرند ما ننساهاش. شوفوا هنايا كيفاه طلقت الله وعقدت معايا. شهيتكم في الجنه حبيباتي. هنايا في الاخر راح نضيف لها كما قلت لكم حوالي 2 مغارف كبار تاع الخل، تمد يعني ذوق بزاف بنين. راح نخلطها. هنا طفيت عليها، ومن بعد نحط لها بيان سور شويه تاع معدنوس من الفوق وتقدموها. تحبوا تاكلوها مع الخبز، تحبوا ديروا لها مطلوع الله كما تحبوا، المهم تغمس. وش نحكي لكم بنا تقتل. ان شاء الله تسيوها وتصدق لكم، يعني ما فيها والو صعيب، تجيكم بنينه وبالطبع.